السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناتنا الأخبار الجزائر 24. صلاحيات الأوسع المستشارين الرئيس الجزائر. أصدار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس مرسوما رئيسا قاضي بتوسيع صلاحيات الفريق المستشاري للرئيس ضمن هيكل تنظيمي مصالح الرئاسة والتنظيم مهما وعلاقاتهم بحكومة وقطاعات وزيرية، فيما يرى محليون أن الرسم صلاحية مستشارين الرئيس الجمهورية على هذا نحو يجعل من الفريق مستشاري الرئيس عبارة عن حكومة الظل وزارات للحكومات التنفيذية مع إعلانات. ويأتي هذا المرسوم الذي تضامن تعديلات على المرسوم السابق الصدر في يونيو وكأنه الثاني 2024 في ظل الجدل المستمر في وسط السياسي وفي مجتمع الأعمال والاقتصاد عن تدخلات من قبل بعض المستشارين في الرئاسة. ويفيد النص المرسوم الرئيسي الجديد بتكليف مستشارين خاصين بالرئيس بمتابعة ناشطات الحكوميات والقضايا الاقتصادية والسياسية مؤسساتها، مضيفا أنهم مؤهلون بالتنسيق مع الأعضاء الحكومة بمتابعة مواضيع ملفات إليهم في مجال الشؤون القانونيين قضائية وعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات السياسية وعلاقات مع الشباب المجتمع المدني والأحزاب السياسية منظمات غير الحكومة والحقوق الإنسان والشؤون بالدستور ديمقراطية، مهما استشاريات في قضايا مهما متعلقات بالأمن الدفاع التي نص المرسوم على استنادها إلى المستشار الخاص الذي الرئيس جمهورية إلى مستثمر خاص رأي. نص المرسوم أيضا على أن الفريق المستشارين الذي يكلف الرئيسات بتصنيق مهما يمكن أن يقوموا بإعلام الرئيس الجمهورية دوريا عن حالات تطوير مجلات سالفة للذكر. يقترحون أن التدبير كافي والرفع صعوبات مطروحة، كما يمكن مستشارين حساب مرسوم إليهم في تحضير ملفات اجتماعات المجلس الوزراء والدراسة مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية التي تتدخل في مجال اختصاصهم. كما يسمح النص القانوني الجديد للمستشارين استعانات بأي خبر أو مختص أو أكاديمي عندما قيام بهم. والسلام عليكم. بالرأي المحلي فإن الرسم صلاحية مستشارين الرئيس الجمهوري على هذا النحو بيجعل من الفريق مستشاري الرئيس عبارة عن الحكومة الظل موزع للحكومة التنفيذية مع إعلانات على الوجه الضروري في وقت لحق إصدار النص تنظيمي خاص يحدد مهمة اختصاصات مستشارين بشكل أكثر دقة حكومية، تلفية المشاكل والتدخل في الصلاحيات أو تجاوز للعمال مؤسسات خاصة مع الجدول المستمر. يلحق مستشارين في رأسة سواء في مرحلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أو في مرحلة حاليا الرئيس عبد المجيد تبون. والضمن المرسوم الجديد لتنظيم مصالح الرؤساء الجمهورية تقرر وضع مستشفيات العامة للمصلحة الدولة والاجتماعيات المحلية مباشر تحت السلطة الرئيس الجمهورية تحدد مهمة تنظيمها وسيرها بموجب نص خاص. كما أضفيت الصلاحية الجديدة للرئيس داويا الرئيس تخص متابعة معالجات والتحليل عرائض مستشارين متعاملين اقتصاديين وكل عرائض أخرى خاصة، ما يشير إلى قلق الرئيس عبد المجيد تبون من تزييد شكوى مستشارين في العراقيل الإدارية وتعرضهم لضغوط الحكومة. السلام عليكم.